التجميل الجامدين جدا في مصر وبره طبعا. ويعني دايما في رابط ما بين الفن وما بين الجمال وما بين التجميل والحاجات دي. جلال له طبعا خبره كبيره في مجال التجميل واكتشف عده حاجات مش عارف ايه في الشعر، الاكسده طبعا، الاكسده والحاجات دي. فهنسيبه يتكلم عن الجمال والفن والاكسده والحاجات دي. انت قبل ما تتكلم بس هسألك سؤال، انت راضي عن اللوك اللي بيطلع بيه مجد في كل اغانيه؟ كل مادة بيطلع في كليب جديد بشكل مختلف، انت راضي على الشكل ده؟ لا، المفروض اساسا بالنسبه كفنان المفروض بيقدم طبعا مجموعه من الاغاني مختلفه. فمجموعه من الاغاني مختلفه المفروض اساسا كمان يبقى شكل مختلف في كل اغنيه باحساسها، بالصوره بتاعتها الجماليه، بالروح فيها طبعا. يعني مش معقول هيغني غنوه طبعا يعني فيها عاطفه، يعني هنقول عاطفه جشه جدا من الدرجه الاولى يعني عاطفه من الدرجه الاولى. الموضوع ما بقاش في طبعا بهرجه، لا بيبقى فيه طبعا شكل سياسي على اساس انه الفن بشكل يكون لطيف. انت بتتكلم كده على المظهر الخارجي، انا بتكلم على العمليات. عمليات التجميل. لا عمليات التجميل احنا لا مش دكاتره التجميل، احنا خبراء. في فرق ما بين الدكتور التجميل وفي خبراء طبعا تجميل. طبعا بيقوموا طبعا بمهام طبعا بالنسبه كشكل مطرب بيقدر يتغير. بنقدر نوظف خبرتنا على الفنان بيطلع بشكل يعني في جميع افلام اللي اشتغلت فيها. بالنسبه طبعا جميع الكليب اللي احنا اشتغلنا فيه، كل فنان بيبقى ليه طبع ويبقى ليه شكل لازم يطلع بيه. يعني الاستاذ محمود عبد العزيز في البيبي دول طلع طبعا بشكل المفروض طبعا. يعني حضرتك شفت الفيلم؟ طبعا طلع بشكل جميل. الاستاذ محمد هنيدي في افلامه كلها واخر افلام اللي هو عملها طلع بشكل طبعا ان هو راجل كروي طبعا، يعني شكله كان طبعا يعني جميل جدا. هو اعجب بالشكل دوت بالنسبه له وبالنسبه طبعا للكاست كان بيشتغل معاه. طيب ايه رايكم دلوقتي في الفنانين والمطربين اللي بيغيروا شكلهم تغيير يعني تماما، لدرجه انها ممكن تروح للدكتور تجميل تقول له انا عايزه ابقى شبه فلانه، او مناخيري تبقى شبه حتى ممكن ده ما يليقش عليها بس لا هي عايزه تبقى الشكل ده وخلاص. لا هو حسب ما يلاقي. مثلا لو راحت قالت عايزه مناخيري زي فلانه، حسب ما يكون موجود في المنطقه الصناعيه الحاجات دي ممكن تكون مش موجوده، لازم تستورد. والله انا بشوف مطربين بيبقوا حلوين وبيعملوا عمليات تجميل بيوحشوا. لا هي ممكن تكون يعني بصي عفوا انا ضد، واعتبروني رجل، بس انا ضد اي انسان يغير في خلقه ربنا طبعا، لانه ربنا خلقنا في احسن صوره. اقول لك حاجه، لو واحد حصل معاه حادثه وحصل معاه حاجه مثلا انحراف وتيره وضرب مش عارف ايه، ده يجوز، ما يجوز. عنده عيب خلقي او خلقي بيسموه او مش عارف ايه، ندخل باللغه العربيه مفعول به. انت بتقول اللي انت عاوزه مالكش دعوه. فماشي الحاجات دي ماشي، انما واحد ربنا مديه شويه يقول لك انا لا عايز اصغر مناخيري شويه، عايز انفخ خدودي، كل ده انا برايي انفخ شنبي معلش ده يعني يعني سوري في الكلمه، انا بعتبره كفر، لانه ده تغيير في خلقه ربنا، وربنا خلقنا في احسن تكوين. طبعا. استاذ جلال، ايه اللوك الجديد اللي عمله لنا في السنه الجديده، ومين المطرب او الفنان اللي انت دلوقتي بتعمل له لوك استاذ بعد محمد محمود عبد العزيز؟ استاذ محمد هنيدي برضه في الفيلم الجديد اللي هو نازل باذن الله على العيد هتشوفوا طبعا شكل جديد. استاذ محمد هنيدي ان شاء الله هتشوفوا شكل يعني امير البحار. شفت انا مذاكره ازاي؟ بس الحمد لله طلع كويس، وفي نفس الوقت كمان برضا عشان هو فنان فعلا حساس، وفعلا في نفس الوقت بيختار بدقيه كامله جدا. الموضوع بتاعه ما يخرجش عن البحر، يعني ما فيش بحرجه فيه. يعني الموضوع لازم يكون من اول لاخر هو مقتنع بيه وفعلا مآمن بيه. طب افرض انت شايف حاجه هو مش قادره توصل بس انت ليك بعد مختلف عنه بصفه بقول له ما طلعتش معاه فيها تقنعه حتى لو هو مش بيكون موجود وكله بيكون موجود، بنختار فعلا. وفي نفس الوقت ممكن يكون رايهم هو الصح، وانا ساعات ممكن يكون رايي الصح. فالصح لازم هو يمشي. طب انا ماشي دلوقتي. ليه ده احنا لسه في اول الطريق. ايه الشكل اللي انت يعني افتن لنا كده شويه، الشكل اللي انت مقدمه لهنيدي في الفيلم الجديد؟ لا ما اقدرش. لا عشان خاطر مجد. ما ينفعش. طب حاجه واحده. لا باذن الله هنشوفه، وكل شيء دي مفاجأته عشان خاطر ده من اسرار الهنيدي طبعا. مش هيدخل في التفاصيل. ما ينفعش. مش عايز برضه يدخل في التفاصيل.
حضرتك هتشوف الموضوع هيطلع حلو قوي ان شاء الله. باذن الله. وبالنسبه لنا طبعا بالنسبه للتجميل طبعا في اكتشافات جديده اكتشفتها، ودي باذن الله هنفيدها العالم كله على اساس الاكتشاف طبعا لسه. ان شاء الله. يعني في مرض في الشعر اسمه مرض الاكسده، يمكن علماء العالم كله احتاروا في المرض دوت، والحمد لله لقيت له الحل ولقيت له العلاج بتاعه. طبعا عمليه كرمشه الوش طبعا دي لقيت لها برضه الحل بتاعها بمنتجات طبيعيه جدا جدا ما فيهاش اي مشاكل خالص. عمليه الشعر الابيض ماده الميلانين اللي موجوده في الجلد. زمان كانوا بيحطوا بودره كده وحاجات غريبه كانت بتدي احساس غير، يعني تحس ما فيهوش مصداقيه للشعر الابيض، تحس ان هو مصطنع بقى. طبعا دوت بيبقى خامات بالنسبه للمكير هي المؤثره. طب ايه الصعوبات اللي انت قابلتها في ابراهيم الابيض مع استاذ محمود عبد الله؟ انا عملت البيبي دول. البيبي دول. طب ايه الصعوبات اللي قابلتها في البيبي دول؟ الصعوبات كانت الوقت. يعني كان الوقت كان في منافسه بيني وبينهم، هم كانوا جايبين خبراء فرنسيين طبعا، مناظره بيني وبينهم. فما يعني الحمد لله كسبت المسابقه بتاعتي على اساس ان انا امسك الفيلم. فالموضوع كان موضوع وقت، يعني كنا في رمضان برضه في نفس الوقت كمان كان في عصبيه جامده جدا عشان خاطر الاستاذ محمود كان ساعتها بقاله فتره طويله ما طلعش، فعشان يظهر لازم يظهر صح. بس كان الوقت عندي هو اللي طبعا كان عائق جامد جدا، وحصل طبعا حاجات كتير بالنسبه لنا يعني في عصبيه بالنسبه لنا في طريقه شغلنا. طبعا في حاجات كتير طبعا، بس الحمد لله نجحت ونجحت الحمد لله. طبعا نجاحك باين الحمد لله، لان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي لسه استاذ مجدي طبعا قدامه طبعا مشوار معايا، يعني ربنا يوفقه. ايوه عشان خاطر طبعا بالنسبه للوك الجديد بتاعه طبعا هيختلف تماما بالنسبه طبعا البوم الجديد باذن الله بينزل ان شاء الله باذن الله. استاذ مجدي انت قدمت القصائد قبل كاظم الساهر ونجحت فيها نجاح كبير قوي، ليه تراجعت ومشيت ما كملتش؟ لا مش موضوع مشيت او انا عملت اسود قلبك في ال93 كنت عامل فيها موال قصيده يا من هواء اعز هواء ده اللي مش عارف ايه، وبعدين بلغوها وبعدين مش عارف ايه كتير يعني. بعدين عملت رفقا مولاتي بس خدي بالك بعد رفقا مولاتي وبعد النجاح الكبير اللي عملته رفقا مولاتي الحمد لله الحمد لله حصل تغير في شكل المزيكا. يعني مش العيب انه انا مش عايز اعمل قصائد، بالعكس انا بحب القصائد، انما العيب انه تغير شكل المزيكا شويه، فمين يسمع القصائد؟ بقى قليل جدا، والقصيده دي تاخد وقت ومجهود كبير جدا جدا، وبتبقى يعني الاغنيه لو كانت مثلا